ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. فيديو جديد النهارده. قبل ما نبدا الفيديو تعالوا نصلي على الرسول. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه وسلم. النهارده فيديو جديد مليان كده روتين وحيويه كده وطاقه ايجابيه. اول حاجه قبل ما نبدا الفيديو نخش في الجد، لو مش مشتركين في القناه اتمنى تشتركوا في القناه وتدوسوا على زر الجرس عشان اول ما انزل فيديو يظهر لكم اشعار على طول. النهارده بقى يا جماعه، او مش النهارده، الوقت اللي احنا فيه ده وقت تخزين البطاطس. تمام، البطاطس اللي هي الحلوه اللي هي بتبقى ناشفه وبتعيش من السنه للسنه. تمام، اللي هي احسن بطاطس تجيبيها في السوق اللي هي البطاطس الدايموند، اسمها كده البطاطس الدايموند. في بقى برمه وفي مش عارفه إيه فيها، يعني في كتير، يعني في اسامي كتير، بس هي احلى بطاطسايه تجيبيها وتنشف معاكي في القليه وما تشربش زيت وما ترنخش في الزيت هي البطاطس الدايموند. تمام، فانت اللي تجيبي منه تبقي عارفه ان هو بطاطس دايمونتا. يعني انت لو ما انتش عارفاها كشكل وكده فتجيبي حد يعني واثقه منه قوي ان هو مثلا بيجيب البطاطس الحلوه دي وتجيبي منه بقى. تجيبي بقى شكاره، تجيبي شكارتين انت وانت واحتياجك. هل بقى بعد ما هنجيبها هنسيبها في الشكاره كده ونسحب منها اللي احنا عايزينه وخلاص؟ لا طبعا مش هينفع. ليه بقى؟ لان الشكاره يا جماعه بتبقى متعبيه على جنب، بيبقى فيها مثلا ايه اللي هو الصغنن خالص، ويبقى فيها الاكبر شويه، ويبقى فيها الوسط، ويبقى فيها الكبير خالص، ويبقى فيها المقشوطه، وبتبقى فيها المجروحه. المجروحه دي اللي هي ايه الفحار وهو بيعمل في الارض بيقطعها كده من الجنب يعني، فبتبقى ايه. فهم طبعا لما بييجوا يعبوا الشكاير بيعبوا كله في قلب بعضه. فاحنا بقى هنعمل ايه؟ احنا هنجيب بقى الكميه بتاعتنا ايا كان شكاره 2 كده، ونروح يعني ايه فرزينها، اللي مثلا ايه الصغيره لوحدها، الكبيره لوحدها، المقشوطه لوحدها كده يعني ايه. وبعد كده ناخد اللي هي ايه المقشوطه والمكسوره واللي هي فيها مثلا حته بايظه، بيبقى فيها حته بايظه وكده، وبنقعد بقى ايه نسردها زي ما انتم شايفين كده اهوت. وبعد كده ايه اللي هي اللي فيها عيب دي بنبدأ ناخدها نعملها في الاول. طبعا بتاع الزبدة زي سايب كل الوقت اللي انا مش بسجل فيه ويجي في الوقت اللي انا بسجل فيه. تمام، حلو، ربنا يرزقك. المهم نخش في الموضوع بتاعنا زي ما قلت لكم كده. تمام، بعد كده بقى بعد ما بتسردوها بتعملوا ايه؟ بتروح مثلا ايه في اي حاجه بقى، لو انت مثلا في البلكونه او في على عندك سطح فوق او اوضه فوق بس بعيد بقى عن الميه والهواء والمطره واي حاجه. تمام، هي تبقى عايزه حاجه ضلمه، يعني مكان ضلمه كده، وتروحي مثلا فرشه كرتونه او فرشه حته سجاده قديمه، المهم تفرشي اي حاجه في الارض وتروحي حطاها فرشاها عليها كده لحد لما تنشف، مثلا ايه 2-3، وبعد كده تروحي مغطياها وتسيبيها بقى، تاخدي منها وترجعي تغطيها تاني، تاخدي منها وترجعي تغطيها تاني، عشان لو ما غطيتهاش هتخضر منك زي ما انتوا شايفين الحته الخضرا دي. هنا بقى بصوا، كنت يعني وانا بعمل كده بفرز لقيت حاجه هنا كده يا جماعه شبه الجنين، شبه مش عارفه. بصوا يعني سبحان الله يا رب، تحس ان هي ملامحها مش عارفه. بصوا يعني انا كنت عماله اتامل فيها واقول سبحان الله، عامله شبه الجنين كده وهو ببطن امه، تحس ان لها ايدين ولها بق ولها عينين. بصوا كنت انا عماله هنا بشاور لكم كده بقول لكم بصوا دي العينين ودي الايدين وكده. المهم بقى دي البطاطس الدايمونت يا جماعه، اللي انتوا لما بتيجوا تقلوها بتلاقوها صفرة وناشفه وجميله زي ما انتوا شايفين كده، مش البطاطس اللي هي بقى ايه بترنخ وتشرب زيت والكلام ده، لا. يعني بصوا انا حتى عملت لكم ايه عملي اهوت ووريت لكم بتبقى عامله ازاي في القليه، ولو انا سبتها اكتر من كده هتنشف كمان. ودي بقى بتبقى تحفه 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 في الشيبسي مع تحفه 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 مع البطاطس. والبطاطس الحمراء كمان يا جماعه، لو لقيتوا البطاطس الحمراء دي بقى بتبقى البطاطس اللي يقول عليها هي البطاطس الحمراء دي اصلا بطاطس تصدير اللي هي بتاع الشيبسي والشركات والحاجات دي، فبتبقى حلوه برضو. تمام، بما ان بقى ان احنا عندنا النهارده ايه بطاطس وكده، فاحنا هنعمل الغدا النهارده بطاطس. المهم رحت جايبه ايه كده حبتين بطاطس كده وهعمل بيهم الغدا. هعمل النهارده غدا ايه؟ هعمل عندي كده حبه اسمها ايه عزاويل كده او هياكل، او المهم يعني اللي هي الحاجات اللي هي البواقي الفراخ لما باجي اخلي فراخ وكده. او مثلا جايبه فرخه ببقى شايله مثلا ايه الرجول، الجوانح، الدبوسين اللي هم بتوع الكتف كده، بيبقى ايه بجمع كيس كده وبحب اعمله كده ايه
عزاويل يعني كده في صينيه بطاطس، ببقى ده العشق بتاعي، بعشق انا الصينيه دي. المهم قشرت بقى كده كام حبايه بطاطس وكم واسمها ايه بصلايه يا ربي، والطماطم، جبت شطه وبصل زي ما انتم شايفين كده اهوت، وبدات ان انا اعمل في صينيه بطاطس النهارده. بما ان احنا عندنا بطاطس النهارده وجبنا بطاطس، فهنروح نعمل ايه؟ لا من البيت نعمل اللي احنا من اللي عندنا يعني، فاهمين قصدي؟ فكده اول حاجه بقى اضرب الطماطم في الخلاط وعليها الشطه، وهضربهم كده ايه ضربا مبرحا في الخلاط، واحط عليهم كمان التوم اهوت، يعني حبه توم كده محترمين، وهضربهم في الخلاط ضربه حلوه كده. وهنا بقى هقطع البطاطس. عايزه اقول لكم اما يكون هعمل عزاويل او حاجه زي كده بقطع كله على بعض، والخلطه والتوابل والملح وكله في قلب بعض كده، واروح حطاه في الصينيه. لكن لو هعمل فرخه كامله بحب كده ان انا احط الصينيه على البوتاجاز واسخنها، واروح حاطه فيها قد الفراخ صدمه يا جماعه. عايزه اقول لكم بتنقل الفراخ او صينيه البطاطس في حته رابعه خالص. المهم كده قشرت كده، قطعت البطاطس كده اهوت. ممكن تعملها دواير، ممكن تعملها زي ما انا عاملاها كده، تعملها زي ما انت بتيجي تطبخيها، مش مشكله. وبعد كده رحت ايه غسلها كده ومقطعه قرن الفلفل. كنت ممكن اضربه في الخلاط، بس قلت لا انا ايه هقطعه كده في كده يعني على ايديا بالسكينه. والبصله كمان كده قطعتها اهوت، يعني هما بصلتين ايه صغيرين كده وسط. وحتى العروق الخضراء دي كمان قطعتها كده. عايزه اقول لكم هتاكلوا احلى واجمل صينيه بطاطس معموله ني في ني. ما تحاولوش يا جماعه، او ما تفكروش ان انتوا تعملوا صينيه البطاطس كده من قبل، يعني من غير ما تسووها على البوتاجاز وتحطها في الفرن على طول، هتسود منكم وهتنشف وهيبقى طعمها استغفر الله العظيم يا رب. لازم تسووها الاول على البوتاجاز، لان في ناس انا لقيتهم بيعملوا كده، بيخلصوها في الصينيه كده ويروحوا حاطينها في الفرن، فبتحصل فيها مشاكل كتير قوي. هنا بقى كانت عندي الحاجات اللي انا قلت لكم عليها كده، اللي هي ايه، دي الحاجات اللي انا بطلع منها البانيه يا جماعه. الصدر لما بطلع منه البانيه ببقى سايبه فيه كده يعني، وبروح محوشاهم زي ما انتم شايفين كده، واروح عاملاهم في صينيه بطاطس. انا بحبها كده جدا. يا سلام بقى لو في بقى حبه رجول، وهي فيها برضو كان فيها ايه حوالي ايه 3 أو 4 حتت لحمه برضو. هنا الطماطم بقى يا جماعه بروح حاطه عليها الملح، واروح حاطه عليها التوابل، عشان خاطر لما اجي احطها كده يبقى يعني الملح والتوابل في كل حاجه في الصينيه، فاهمين قصدي؟ لكن قبل كده بصراحه كنت بحطها ايه، بحط الطماطم واحط كل حاجه، وبعد كده ارجع احط الخلطه والملح. كنت بحس ان في حتت فيها ملح وتوابل، وحتت لا ما فيهاش. فانا بقيت اعملها كده، احط التوابل والملح مع الطماطم وادوبهم، واروح ايه رشهم كده زي ما انتم شايفين. هروح بقى ايه هعمل ايه، هروح بقى مش مدخلاها، هروح حطها على البوتاجاز لحد لما تستوي تماما، فاهمين قصدي؟ تستوي تماما. وبعد كده بعد ما تستوي هروح مدخلاها الفرن. هيبقى بس انا مدخلاها الفرن تاخد وش او تحمر من على الوش بس، تمام؟ فيا دوب مش هتاخد حوالي مثلا بالكتير قوي 10 دقايق، لو فرن قوطي ربع ساعه بالكتير، وهتبقى تمام التمام. اهي عايزه اقول لكم اهي، يعني عايزه اقول لكم شكلها يفتح النفس، شكلها حلو قوي. هعمل بقى جنبها ايه، هعمل جنبها حبه مكرونه. ايه تحفه؟ انت اللي تحفه تقول لي تحفه. هعمل جنبها بقى حبه مكرونه. عايزه اقول لكم بصوا تحفه، ومستويه ودايبه وتحفه. قولي تحفه. تحفه انت اللي تحفه. وبقت قمر كده، وعملنا خلصنا الغدا بتاعنا النهارده. بصوا بقى، كنت عايزه اعمل روتين يعني اكمل به الفيديو ده، بس حسيت ان الفيديو لحد هنا دلوقتي كده 9 دقايق، فمش هينفع. فكان بقى روتين كده اهوت. عايزه اقول لكم كنت عايزه اطلع للحمام، انا طلعت الحمام اكله، فلقيت الجوز ده طالع كده بسم الله ما شاء الله، يعني هو طالع بقاله اسبوع دلوقتي، فعايزه اغير له المكان بتاعه. المكان مش نضيف، ولو الحمام يا جماعه لو سيبنا المكان بتاعه مش نضيف كده ممكن يحصل له امراض لا قدر الله يعني بعد الشر، فلازم ننضف له اول باول. عايزه اقول لكم انا مش بنضف الحمام كله يوم واحد، لا انا كل يوم مثلا او كل يومين بنضف عين من العيون. الحمامه دي بقى تحب تبيض في الارض، ما اعرفش ليه، فبسيبها مكانها عشان ما ينفعش اصلا ان انا انها، ويعني المكان اللي الحمامه تبيض فيه حتى لو نص الاوضه لازم نروح محوطين لها كده وترقد فيه، خلاص هو المكان ده بتاعها، حتى لو عملتي ايه ونقلتيها فين مش هترقد على البيض. مكان ما تبيض لازم نحوط لها كده، وعشان كده عشان ترقد يعني. المهم خلصت لهم بقى كده، حط لهم حبه قش
وحوطت عليهم كده وخليتهم زي الفل. وامهم بقى ايه هتيجي دلوقتي تدخل لهم اهي. بصوا يا جماعه، سبحان الله يا رب، سبحان الله يعني سبحان الله. اهي خلاص، اول ما خلصت بقى ومشيت كده فدخلت. اتمنى الفيديو يعجبكم واشوفكم في فيديو جديد.